خوتي المغاربه مرحبا بكم. توحشتكم بزاف، واكيد حتى نتوما توحشتونا بزاف. باغيين تعرفوا ماذا جرى عند الفرقه الوطنيه؟ ساحكي لكم كما ساقول لكم تفاصيل اخرى مهمه، لاننا تعرضنا لاستهداف ما بعده استهداف جاء متزامنا من 3 ديال الضربات قويين جدا جدا. ولكن كما يقول المغاربه الله كبير، نهار دير يقينك في الله عز وجل، ونهار تكون مرضي الوالدين، ونهار تكون وطني حقيقي، وطني حقيقي ماشي مزيف، والله ما تخاف، والله ما واخا تجيك دقه، واخا يجيك اللي جاك، تاكد انه بعد العسر يسرا. هذه بدايه نكون معكم واضح في هذه النقطه. ما غنهضرش على راسي، نهضر على الناس هما الاولى. كاين قضايا بزاف، ما قدرتش نجمع كل القضايا، ولكن غتسمحوا لي وما تقلقوش، غنسلط الضوء على الاقل 2 القضايا. قضيه النقيب محمد زيان، كاين 2 الروايات، بحكم احنا كمهنيين محترمين على مسافه واحده من جميع من 2 الاطراف. الاداره السجن كتقول السيد ما دايرش اضراب عن الطعام، حبست الاضراب عن الطعام. اسره النقيب زيان كتقول داير اضراب عن الطعام ومستمر. القضاء وحده والجهات المسؤوله تفصل في هذا المستوى. ما غندخلش في هذا الشيء، كما ما غندخلش في زيان. سأناقش زيان كحالة إنسانية، نحترم راسي كحالة إنسانية. أتمنى من الله عز وجل إذا كان سي زيان داير إضراب عن الطعام، أنا كان أناشد من حقي كصحفي كمواطن أن يوقف إضرابه عن الطعام، مناشدة. إذا كان سي يعني زيان ما دايرش اضراب عن الطعام، كذلك غنبقى في الحاله الانسانيه بصرف النظر عن كل التفاصيل. نحن واخا كيوقع عندنا حوادث سير وعندنا الظلم، كل واحد كيتفرج فيا عنده واحد الغصه. الا ما تظلمتيش في اداره، تظلمتي في شي ارض، تظلمتي في وثيقه، الا ما تظلمتيش انت تظلم جارك، كونوا واضحين. ومع ذلك كنبقاو متشبتين بالامل وكنتشبتوا بهذه البلاد. ومع ذلك هذا المغرب مهما قاسى بعض المسؤولين، مهما قاسى، ولا بد كي ينفرج الحال واحد اللحظه. كنتمناو ينفرج الحال بصرف النظر. حنا كلنا كنخطئوا، انا كنخطأ وزيان يخطأ والوزير كيخطأ. شكون هذا اللي ما كيغلطش فينا؟ حيت بعض المرات كنشدوا ستيرو حمار. لا راه قال لا، خصو اخر المطاف العظمه كاينه في الرحمه. وهاد البلاد مهما قاسى بعد مسؤولها واحد اللحظه كيصلح صوت ديال الرحمه. هذه اللي غنقول، والله شاهد عليا لا اتالم ان باش يكون زيان ولا تتابع ولا علاش تتابع اي انسان. كنعرف ما معنى الاضراب عن الطعام، وخذت 14 يوما اضراب عن الطعام. شفت الموت، شفتها ورجعت، شفتها ورجعت. تضيق بك الكون، كتحس بواحد. وعلى اي الله يدير شي تاويل خير للسي محمد زيان فيها على هذا الصعيد. حاله ثانيه ما يمكنش ما نبداش بها في هذه الحلقه. اخونا وصديقنا سي الطوجني، رضا الطوجني، والله ما ننساوك، والله لن ننساك ولا نعدم حقه، لا المشتكي ولا السلطات دير شغلها. ولكن هذه مشاعرنا الخاصه، ما كنصادروش وما كندينوش شي واحد يدير. ولكن احنا بشر، سننتصر دائما للحريه، ننتصر دائما للحريه. احنا كنشموا الحريه. الحريه واحد العمله ما يمكنش. انا في وجهه نظري المتواضعه كصحفي، مكان رضا الطوجني انه يكون برا حر طليق، حر طليق، خاصه وان كل ضمانات ديال الحضور عنده. فايت تتابع وحضر، يمكن يتابع، من حق السيد الوزير يدعيه، ومن حقه يتابعه، ومن حقه يشكي به لا حسب سمعته ولا شرفه. هذاك الشيء حقه. السلطات من حقها، عندها قواعد قانونيه من حقها. ولكن حنا كشعب من حقنا نقولوا ان الاعتقال ماشي زوين. الاعتقال ما كيخدمش يعني الصوره ديال هذه الحكومه اساء اليها بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الله يفرج على السي رضا الطوجني، الله يدير له شي تاويل الخير. له اطفال وله ابناء، ليس في اطار الشفقه، لا، رجل عبر عن رايه. قد لاحظوا، قد يكون غير موفق في بعض تعابيره، قد وقد وقد، ولكن في اخر المطاف مكانه بين اطفاله في اخر المطاف. ايوا ندخلوا للحلمه. اولا
أناشدكم اللي كيتبعوا هذا الموقع وبمنتهى الشموخ والأصالة والمروءة والعزة والأنفة ديال صحفي مغربي. كنت صحفيا ولا زلت صحفيا وسأظل صحفيا مهما كان الثمن. صحفي في إطار الثوابت الوطنية. الله، الوطن، الملك، رضات الوالدين. كتعرفوا هذه شكون؟ ماشي ديال المريقية، ماشي شي واحد اللي كيتلحسوا الكابال، لا، الله، الوطن، الملك، مهما كانت الصعاب، مهما كان، والله مهما كان الثمن لن نحيد عن هذا الشعار. حيدوا هذه الهضره من راسكم. شي واحد يدفعني شي قنت هذا يهبطني، هذه الشيء راه كتعرفوا شنو هي القرايه، هذا العلم، هذا راه دخلنا في عرفتي البلاد، راه المحن هي اللي كتخليك تولي كتفكر. كون كان بان شي خيار اخر من غير هذا مسلك والله تنمشي فيه، ولكن والله ما كاين عاد الشعار هو اللي مسلك عن قناعه ومستعد نادي الثمن على الله، الوطن، الملك، ورضات الوالدين. صافي، هذه باش نكونوا فيها محسومين. وباش ندير نقاش مع السيد الوزير مسؤول غنزيدوا واحد جوج الواقع زواينين كيأطروا هذا النقاش. وبعض المرات الواقعيه كتكون مهمه. كنت في السجن حيت المعركه فيها التخويف، حيت السيد الوزير بغى يخلعني، بغى يرعبني، بغى يدوز عليا الدكاكه. من حقه، الا بغى يخلعني داكشي شغله. الا بغى يديني للحبس، لا بغى يديني للحبس، انا ما باغيش نمشي للحبس، هو بغى يديني للحبس، والله تا مرحبا. الشيء اللي كان الحبس غيجي على يدك السيد الوزير في اطار الظلم والتعدي، والله ما عندي ادنى مشكل، دواز الحبس، تظلمت. ولن اكون اشرف من نبي الله يوسف وعداد من شرفاء والاولياء اللي دوزوا الحبس وتكرفصوا ائمه وعلماء. انا ماشي اول واحد ولا اخر واحد. الله يجعلني مظلوم ولا نكون ظالم السيد الوزير. عقل نعاودو بجوج الواقع مهمين باش تعرف. انا واللي كيتبع هذه القناه الانسان المتواضع، كان اللي كيسلم الخاوي كينجا من العامر. انا كنسلم الخاوي ماشي للعامر. وخرجت من السجن ودرت مجهود جبار. جوابيتي قبل السجن راه كتعرفوها، موقفي من الوطن ومن المؤسسه الدستوريه فوقاش المغاربه قلت قبل السجن. مشيت يقول لك شي واحد لا قبل السجن، ومشيت وملي خرجت مع شويه القانون راجعت بزاف الاشياء، وكاين بعض الحوايج لقيت راسي ما كنتش موفق، كان بالغ بعض المرات، ولكن الحمد لله كانت براسي تحسنت. قرايه القانون والله ما ننزل لك شي خبر، والله لا صرحت لك شي حاجه وما كانت محسوبه. وانا غنفاجئك بواحد الوثيقه السيد الوزير، وعيطت لك السيد الوزير، عيطت لك دائما كما كنعيط لك. انا عيطت لك على الوثيقه اللي غنشر لكم دابا. عاوتاني كندير عملي الصحفي، قلت درت مجهود كثير باش نكون انسان والحمد لله كل المغاربه والله ما تلقى واحد. خليو داك العالم ديال الصفحات اللي خدامه اللعبه، نو نهبطوا الواقع. هو العربون الحقيقي خويا المهداوي عزيز علينا، انت صحفي ومعتدل ووطني، برافو برافو برافو. هادو كنهضر مع الناس الوطنيين المزيان. اذا بالنسبه لي ديك هي الشهاده الحقيقيه. كنت في الحبس، كانت ليله عيد الاضحى. عيد الاضحى بما يشكله هذه المناسبه الدينيه عند المغاربه. تصور كاين الناس كيكونوا في العيد الميلاد والعيد الصغير ما كيمشيوش عند والديهم، ولكن المغاربه في موروث فيهم الثقافي والديني عيد الاضحى في مكان كيجمعوا عيد الاضحى، ذاك اليوم المقدس اللي كيحتفلوا به الناس. وكأنا رب اسره وعندي زوجه وعندي طفلين، ماشي مشكل، كتاب عليا لي كتاب. مشيت لقسم المخالفات، داير بيا المدير السجن ورئيس المعقل والمنسق والموظفون. 11 ليلا وما أدري. هذه رسالة حتى شي ناس يفهموا الميساج، وانا كنهضر مع السيد الوزير اللي بغى يرعبني وبغى يخلعني. 11 ديال الليل، نتوما راكم عاد تعيدوا غدا، واللي يشري الحوليك اللي كيطلع يشوف فين عيتعلق الحوليك، كاين اللي كيمشي يلبس الحوايج، وانا صحفي في ديك الليله في قسم المخالفات غنمشي للكاشو على واحد سوء فهم، باش ما ندخل في تفاصيل بزاف، وما غنهضرش بالسوء على دوك الناس لانهم اخر المطاف خدمتهم صعيبه. شي في اقصى الظروف اللي قص عليا السجان. واش عمركم شفتوا شي صحفي في تاريخ البشريه شي سجين كيشكر السجان وكيدافع على حقوق السجان اللي سجنوه؟ هو انا. وتبعوا حلقات لانني والله ما حقود، كنحقدش على البشر، كنتفهم الناس
موظفي السجون واداره السجون ورؤساء المعاقل، والله ما خوفا منهم، والله ما يعطيني شي واحد، والله طحتيتي طبقوا معاك القانون. ما بقاش داك الشيء بكري، كاين بعض التجاوزات باقا دابا في الحبس، ولكن ماشي بحال بكري. والله ما بحال بكري، كاين امور مزيانه تقادت في الحبس، وكاين بعض الحويجات عادي كمال الله عز وجل، فما كنهضرش عليهم بالسوء. جلس وقال لي، كنهضر وانا مغداد وغدا العيد وكنفكر في الاولاد وما عرفتش. قلت له انا صحافي. قال لي انت ماشي صحافي، انت سجين. المدير شوف السي عبد اللطيف وهبي اللي باغي يطرابني، نط هكا وتمي يجي عنده، قصلت له حتى لوجهه، ماشي متنطع انا ولا واعر، راه يشدوني ويديروا لي وراه ما داروا وما عندي ما يخرج مني. هذه راه الدوله سميتها الدوله، شو واحد يعيق عليكم المغاربه، راه الحبس ما عندك ما. ولكن مع ذلك واخا نكون ضعيف غير كنبان لكم انني كنسجل كبريائي، انني عندي نخوه صحافي. الا قلت لكم المغاربه صحافي صحافي، وصلت له حتى لوجهه وهكا تنقول له صحافي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع. هذه راه ماشي كتقولها في تدوينه كتكتبها ولا في فيسبوك ايديوك لي جيم، لا هذه عندهم. وفين عندهم؟ في عكاشه، وفين قسم مخالفات وال11 الليل وداير بيلعب وحدي، ما كاينش حتى اللي غيسمعني، ما كاينش حتى اللي غيشوفني. تما كيبانوا، تما كتعرف معدن الناس. صافي قاس لي كرامتي الصحفي. قلت له صحافي، والله ما نتخلى لك على هذه الصفه. هذه وحده قالها السي عبد اللطيف باش ندخل معك النقاش. جوج، كنت عند واحد المدير جريده من اشهر المدراء، ولكن ما نسميهش لانه ماشي هذا هو العيب، الله يرحمه والله ينصره، تعلمت على يده، خديت منه اشياء له فضل، الله ما ننساه له، يا ربي الله يجعلها له مغفره. اليوم وقع بيناتنا واحد السوء فهم، ماشي كندينو به، ولكن وقت انا كنغلط وقع سوء فهم. كتبت على مصطفى الخلفي هو وزير التاسعه، كان ديك السيك اللحظه ديال توزيع الدعم على الصحف، كان عاطيني واحد العمود، شي وحدين تيقول المهداوي ما تيكتبش كان العلاوي دوز عاطيني عمود بالصوره ديالي في ديك الجريده اللي عمرها 50 عام، عمود بالصوره باقي بحال بادي، الناس اللي كتعرف كتقدرنا. فكتبت على مصطفى الخلفي، عيط ليا الصباح، خرجت الجريده طال، قال لي انت عاد قطر بك السقف تكتب على السي الخلفي. طليت فيه مزيان، قلت له السي فلان، قلت له باليما حدانا، قلت له عشيه تلقاني كنبيع كلينيكس والكارو. دارها، قال لي كيفاش؟ لان كيخدموا معايا كيبيعوا الكارو. قلت له نبيع الكارو بولو، قلت له كنت كنبيع بولو بيكالا، قلت له نبيع ميكا قلت له ماشي العبره نبيع بولو ولا ميكا ولا الكارو، العبره انني نكون راجل حر. قلت له العرق، قلت له الخدمه اللي فيها دون المستوى غتدلي كرامتي والله يهري قلب باباها. وكان هو ديك اللحظه مقرقش زعما. قلت له هاد الصحافه اللي الانسان كيفتخر بها ولا اللي غتجيب لي غدل، والله ما نزيد نبيع الكارو حر اصيل. هذه السي وهبي كنقولها لك بمنتهى التواضع، عندك صحابني متنطع، ولكن حيت دخلتي معايا لهذا النقاش، اذا اقتدى الحال والله تنبيع الكارو ونبيع الميكا ونبيع القضاء الاقامه ونخدم في قهوه ونخدم في حمام، واللي يجيك على بالك نخدم على ولادي، واي خدمه شريفه لاساسي ما نظلمش وما ناديش وما نظلمش عباد الله. ولم يسجع لي الله سيدي ربي شي نهار ظلمت عن وعي، تقدر ظلمت شي واحد ولكن راه ما واعيش، او كنت في اطار ردود افعال انا كنتعصب ولكن باش نجلس هكا ونخطط لك ولا ناديك، والله ما ناديك. فالسيد الوزير انت اديتيني واديتي اسرتي واديتي عائلتي واديتي ناس بزاف كيتيقوا في هذا الموقع، واديتي الدوله واديتي المؤسسات. اسمح لي نقولها لك، تمشي كمشتكي الوزير من حقك، والله ما تم المشكل، ولكن انا نقول لك فين اديتي. اولا في خصوص البحث اللي استمعوا لي فيه اعضاء الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه واللي تعاملوا معايا في اطار القانون، تعاملوا معايا، شوفوا العباره اللي كنستعمل، تعاملوا معايا قانونيا في اطار القانون مزيان. هادو الفرقه الوطنيه. بالمناسبه بغيت نقول هذه الكلمه، نتمنى ما تفهمش، والله تعجبني الفرقه الوطنيه في المقرها، هذا جانب. انا من الناس اللي نشوف شي حاجه زوينه في المغرب الله اخوتي ما كندوزها. مقرها كيشرف، تحسب لها في هذه المرحله زعما الناس اللي داروا هذا. انت كتحس براسك والله العظيم الا بحال شي دخلتي المقر اللي جاتكم على بالكم، بقيت لدرجه طلبت بغيت غير نتسالى نتاكد، وبصح كنهبط النفس.
وانا نقول لك فين ضريتي انت السيد الوزير. اولا ما غنهضرش على التفاصيل لان البحث مشمول بالسريه، ما غندخلش في الواقع حقاش انا السيد الوزير كتعرفني رجل قانون. تفاصيل على واش سولوني شنو قالوا شحال عدد شنو. فانا السيد الوزير كنت كنتمنى وحق الله العلي العظيم ملي دخلت وعرفت بانك انت صاحب الشكايه كان عندي حلم، كنت كنتمناك نلقاك في الشكايه شكيتي بيا بالامور الكبيره اللي درت في وجهك، ماشي امور صغيره جدا. تفاجأت بداك الشيء اللي والله تصدمت. كنت كنتمناك تفتح معايا الملفات الكبرى اللي فتحت معاك، ملفات الملاير وكيفاش بعض التصريحات وبالفقيه وكذا وعدد من الملفات. كنت كنتمنى بزاف د الملفات، ولكن مشيتي لشي امور صغيره جدا 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 واللي والحمد لله والشكر لله كنت فيها جد مهني. قاش انا صحافي السي وهبي ماشي بوحدي مضوي البلاد، المغربيه عجوا بالصحفيين المهنيين وانا واحد منهم. تعلمت منهم باقي غنتعلم، وانا كذلك كندير شويه القانون، كنلعبش السيد الوزير. والله ما نقيسك، والله ما نسالك بنيه، والله ما نسالك في ماده وما حسبت مزيان اش كندير. صافي هذه تكون عندك واضحه. الاساءه الاولى اللي ما عجبتنيش، انا كنت يوم السبت عيطوا لي الفرقه الوطنيه الجمعه قالوا لي تجي عندنا غدا. السبت والحد عندي جوج، اخص السبت كان عندي عامر ولكن لبيت نداء المؤسسه الامنيه. ها فين كيبان الوطن صحابك زعما الخوف ولا لا الاحترام. عيطوا لي الساده الشرطه الفرقه الوطنيه اولا، قلت لهم غنسبق مصلحتكم على مصلحتي. مشيت السبت. عندي سؤال السيد الوزير، انت مشتكي علاش ما تسمعولكش؟ علاش ما تاكدش شكايتك؟ لماذا؟ هذا هو الفرق. انت وزير وانا صحفي، انت مؤسسه وانا كنتمي للمؤسسه، انت كنتمي لمؤسسه الحكومه كعضو وانا كنتمي صحافه المؤسسه. هذا الاحتقار انا اللي حسيت بالغمه تما. لقاش انا اول حاجه بغيت نسوي خصني نعرف واش استمعوا ولا لا. علاش الاستاذ علاش بغيتش نخرجوا من هذا الزمن ديال علاش واش من اجلي تصور تخرج في العناوين ماشي عليا اي واحد شكيتي به الزميل طوجني الزميله وتنقل واعطي درس في حقوق الانسان. الوزير ايش سامعوا لي وعرفتي لمن كتكرم تما كتكرم البوليس. هما كبوليس انت وزير عندك امتياز، جي سلام شكيت بهذا السيد وجلس ويستمعوا لك واكد شكايتك. حتى انا بغينا بعدا نطعنوا في محضر وفق الماده 24 في وثيقه رسميه، ماشي نمشي نطعن لك انا في محضر ديال المفوض القضائي اللي هو ماشي وثيقه رسميه. اول حاجه كنت كنتمناك ودعي ولا عطاك شي حاجه القضاء مرحبا بلادنا هذه، ولكن علاش ما عطيتيناش هذا الدرس؟ ياك انت محامي، ياك انت وزير، ياك انت محامي، عطيه الدرس خليه للتاريخ. وهبي سامع نشكي واستمعوا لي مرحبا واكدها. والله ماشي ندير لك هكا، نوقف وندير لك بحال الاولى. وعاودتي اش نقول لك، تفكرت شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء هذا والله العظيم كنناقش دابا وانا مألم. يا مغرب الحبيب كيفاش كنا وكيفاش ولينا مع كامل الاسف. جرجرني انا وطاوجني وهشام العمراني والاخر في الاعتقال. علاش زعما علاش؟ خصني تنقول لك هذا الشيء زعما تنقول لك بمنتهى الشموخ المغربي. شنو زعما صحافي؟ شنو زعما صدركم ما يتسعش الانتقادات ديالنا والاراء؟ اراء اسئله ما عمري قلت لك درتي جامي والله ما تلقاها. كنحد معك كما تنقولوا بالدارجه الرجله، وبلغه المهنه الصحافه كندير معك قواعد المهنه. كنتصل بك فوق ما كنبغي، كنصيفط لك رساله. انا خوتي المغاربه دابا غنوريكم رساله صيفطتها له، عيت ما نتصل بها على الماده اللي غنجيب اليوم. والله لا جاوبك، والله المغاربه لا جاوبك. كنا كنعيطوا لمصطفى الرميد كان كيجاوبني كوزير عدل، ما مشغولش وزير العدل. والله لا جاوبني مرارا، عيطت للوزاره الا هذه الحكومه والله لا جاوبك فيها الوزير، والله لا جاوبوك. هو السي عطيف وهبي ندير لكم اتصال قدامه دابا تاكدوا. يلا جاوبني، شوف عندي وثيقه ها هي توصلت بها دابا
وثيقه وثيقه هانت ما عييت ما اتصل به. نتمنى هانت. هكا خوتي المغاربه دائما معاه. من نهار كان عضو في الحكم والله لا جاوبك في الهاتف، وكنأكد كنت اتصل بمصطفى الرميد وكان يرد علي وهو وزير عدل وهو رئيس للنيابه العامه. هذا راه ماشي رئيس نيابه عامه. وشحال من مره وعطاني تصريح وهو وزير ونشرته في موقع لكم، وماشي مره ماشي جمعه هو سي الرميد يكذبني. وكتبت على الرميد حتى عييت فيني باين هادشي اللي درت عليك انت. بالعكس نقدر نقول سي الرميد ظلمته، نقدر رغم انني كنت دائما كنخدر به. لكن نقطه ثانيه من غير انك ما اكدتيش شكايتك، علاش؟ لانه جرى العرف والعمل القضائي ملي كتشكي كيستمعوا للمشتكي باش كيأكد شكايته ولا كذا محضر رسمي. علاش السيد الوزير ما اكدش؟ علاش انت علاش دزتي هذه المسطره ديال الامتياز زعما الوزير؟ علاش؟ وسؤال اخر، علاش مشيتيش للادعاء المباشر؟ علاش ما درتيش شكايه ديريكت للمحكمه؟ علاش؟ وانا من حقي نسول، حيت الا غتطلب شي فلوس مني ولا من تيجيني ولا من الاخوان اللي دزتي عن طريق النيابه العامه، انا ما عارفش واش اعتبرتيها انت حيط قصير ولا الله اعلم، انا ما نقدرش نتهمك حيت ما تخلص بيا الدرهم وطلب شحال غطلب. الا مشيتي للادعاء المباشر غتخلص ديك الساعه لان خصك تخلص عليها. انا سؤال، علاش مشيتيش وكنتي تبع وخلي النيابه العامه بعيد هذيك واحد المؤسسه موقره؟ خلينا نمشيو ياك عندك وسائل الاثبات، ياك شاهد نقيض يا سيدي وديريكت. علاش ندوزنا على النيابه العامه؟ علاش؟ وعلاش السيد الوزير انا خلي دابا بلا ما ندخل معاك، شحال من المواد قلت لك كنخاطبك كمحامي وكاين مواد خاطبك فيهم كامين عام، وعلاش دزتي لي عن طريق هذا؟ ماشي استغلال النفوذ السيد الوزير المحترم؟ هذه ماشي استغلال صفه وسلطه؟ انت وزير داعيني بصفتو كوزير. القضاة انا ما نقولش القضاة راه كيتاثروا معنويا، حشومه عليا، ولكن كنتي انت لا داعيني كامين عام. في عدد كنناقشك كامين عام بلا ما ندخل في التفاصيل، وناقشتك كمحامي. انت راه عندك 4 القبعات، عندك محامي قبعه، عندك قبعه ديال وزير، وعندك قبعه ديال الامين العام، وعندك قبعه المواطن. علاش ما دزتيليش قبعه المواطن؟ علاش ما دزتيليش قبعه المحامي؟ علاش ما دزتيليش قبعه الامين العام؟ علاش دزتيلي قبعه الوزير حصريا؟ لماذا زعما؟ علاش؟ انا بغيت نفهم لماذا. واش هذا المغرب هذا اللي عاش اكثر من 12 قرن ولا يوقف امام العواصف ودزنا كاين مشاكل في المغرب، ولكن لا ينكر سوى جاحد ما حقناه من مكتسبات. تصوروا المغاربه فين وصلنا في هذه البلاد. هذا انا غندوز لواحد القوس وغنرجع. مارض اخوتي المغاربه، مارض. هادشي اللي كنقول ماشي انا كنتعصب ولا بغيتكم تشعروا فين وصلنا. تصور انا خصني نبقى نقول المؤسسات والمكتسبات ونقول وعدات اللي فهموني كنتبيضق. ما عنديش حق ندافع على المكتسبات، ما عنديش حق نقول الله الوطن الملك. تصور جماعه تكونت في المغرب، عصابه. تصور واحد الترهيب يمارس اكثر من الحبس. الشيء راه اخطر حاجه حكي ولا يوجد الا في المغرب. الدوله جميع الدول فوق الارض استعمرت وجا الاستقلال والناس نازلوا كيناقشوا المشاكل ديالهم الاجتماعيه، الا حنا باقي عندنا السؤال الوطني. شكون المواطن؟ الخونه خائن كاع الدول استقلت الا في هذه الجماعه في هذه البلاد السعيده سلاحهم الواحد. دابا شوفوا واحد هذا ما نقولش فيه شي كلمه ما نحسبوا لا مع هذا ولا مع هذا، غنخاطبك بكل احترام السي محمد الخباشي باش نرجع للوزير. دابا انت السي محمد الخباشي انت كنتي مدير لاماب ياك؟
ومناسب مع مسؤول محترم ياك، كنتي في البوليس كوميسير ولا ما عرفتش ما عقلتش شنو هو، يعني كان خاص يشفع لك التربيه وسط البوليس، خاص يشفع لك لاماب وتشفع لك. تتواجهني دابا انا السي الخباشي. شوفوا المقال اللي مخرج عليا اليوم، المديمي نشروا له المديمي ينوب على المهداوي في التنسيق مع خونات الخارج امثال دريس فرحان. الا ما حسيتوش بهذا الشيء والله السي الخباشي اللي ما كان هذا الشيء عندك تعتقد راك عتلهيني على القضايا هذه حلقه ودايزه، وعندك تعتقد راك كيأثر فيا هذا الشيء، وعندك تعتقد راك كتعبئ وما عرفتش. انا راه كنتألم على المغرب، انا كنخاطب السي الحسن الداكي المحترم، وكنخاطب السي عبد النبوي المحترم، كما كنخاطب مسؤولين اخرين. عفاكم لما حسوا بهذا الشيء اللي نقول لكم كم انا ماشي بحالي المزبله التاريخ، بغيت المغرب يبقى كبير، بغيتكم تحافظوا على هذه البلاد. هذا مستوى يسيء للمغرب، هذا مستوى واحد اللعب عرفتي لعب صغير. راح انا علاش كنتغدد وكنلقى نصطادم والله مع عدا ايماني بان المغرب كبير، ما كنبغيش هذا اللعب. المهداوي خوانات فيك التناسي الخباشي، كتعاد الفرقه الوطني انت زعما كامل منهم انت وهادو اللي كاتبين هذا الشيء عندك واختاريتي السياق، ما ضامنتي ما كتبتي خبر عندك الخونه، ما كاينه زماله، ما كاينه ما شفع لك لسين الحبس، ما شفع لي هاد التمرميده ديال 8 سوايع ولا 9 عند الفرقه، ما شفع لك والو. زعما جاي ورميتي الملح في هاد الظروف، والله ما كيأثر فيا، بالعكس انا كنشفق عليكم ونشفق. لهاد الدرجه كتحقدوا عليا، لهاد الدرجه انا خالعكم، لهاد الدرجه عرفتي تخلي انت الماء ازمه الماء في المغرب وتخلي التعليم وتقابلني انا فرد قاد بيا غير الزمان. زعما انت تخرج انت وتتخصص لي موقع، ما كنجبدكش. شحال من واحد جا عندي السي مهداوي خباشي راك تخدم معاه ونتلاقاك عندي، انا كنعتبر داك الشيء والله ما نقدر قسما ورب العزه. شحال من واحد عيط لي عليك والله ما نبغي داك زميل، وعيط لي السي الرماني قال لي راه خباشي راه ما عنده معاك والو، كيسلم عليك وتيعزك. تنزل لي اليوم تقول لك دابا انا سؤال كنطرحوا على السي عبد النبوي دابا فين كنت هاد الفرقه الوطنيه ما شافتش هاد الدينار الجزائري اللي قال داك المحامي؟ ياك سمعتش دوك المحامي اللي قال لك زهراش نسميه كاع. دابا اخطر ما كاين في المغرب الرعب هو عندنا مؤسسات دستوريه كنقراو يوميا انها كتفكك الخلايا، انها زوينه كنباركوا مزيان، وبالمقابل كنلقاو منشورات ديال الخونه ما الخونه. وكيفاش كيفاش هاد التهم ما كتعنينيش انا نسمع واحد السيد قلتي خوان اجي الشريف كيفاش خائن هذا؟ اذا التسامح مع هذه المناشير شكون المتضرر بها؟ ما الغايه منها؟ ما الغايه؟ قولوا لنا شنو هو الغايه؟ واش يمكن تقول انا صحفي وعندي بطاقه ونشتغلوا في هذه الظروف ديال الترعيب وديال المس والتخوين بعضياتنا وزرع الكراهيه؟ وعباد الله ملك البلاد كيقول المجتمع المدني سلطه مضاده محتاجينه. كما ان المغرب في حاجه لكل ابنائه ولجميع القوى الحيه والمؤثره وخاصه هيئات المجتمع المدني التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجاده اعتبارا لدورها الايجابي كسلطه مضاده وقوى اقتراحيه تساهم في النقد البناء وتوازن السلطات. شنو ندير اخوتي المغاربه؟ يلاه السي الخباشي وماشي السي الخباشي اللي كيدير هذا الشيء، وكاينه مواقع اعتقال المهداوي، اعتقال الوزير، ما عاد كيقول الاعدام لدنيا باطمه. هذا شو واش داير لي هذا عاوتاني تويتر حميد المهداوي، اعتقال الاستاذ حميد المهداوي، الصفحه تحت اشراف الاضمن حتى عوده الاستاذ وعلى حياته اللي عايشين. هذا شوف كنبدل صورتي كيبدل صورتي في القناه اليوتيوب. فين عايش هذا؟ وسط المغرب ولا خارج برا؟ تصور ما عنديش مالو. وراه قلتها للاخوان في الفرقه ملي جبدنا داك قلت لهم هذه المصيبه راه مزور، شكون مول هذه المصيبه؟ ها حسابي شكون مول هذاك؟ واش عندي وسائل البحث نعرف انا شكون؟ واش انا عندي كان ندير نعرف هذا؟ يلاه دابا شحال من اسرتي كتشوف هذا الشيء. ما بنتش اليوم تقديم المهداوي امام النيابه العامه، عيطوا لي الوالدين ودي الله يهديكم. شوف على مستوى، شوف على جو كنعيشوا فيه. لا احد يقول لك في الطاليان في نهار نص فبراير غيتلاقى مع هذيك المصيبه، نهار نص فبراير المهداوي غيتعتقل، واحد يقول ولات التسريبات ولات الخوف ولا المصيبه الكحله. شوف على جو كنعيشوا فيه، واهم حياه هو الاستقرار. كيفاش نواجهوا هذه الصفحات؟ ولكن ملي تجي تلقى بحال السيخه باش موقع الكتروني وكيشد فيديو وكينشر، وشنو الفرق ما بين دابا برلمان بوكم وبين هذا اللي كينشر بهذا الشيء وبين هذاك دريس فرحان وبين هذا الشيء؟ فين هي المهنيه؟ فين الاخلاق؟ فين والو؟ شكون اللي خلى هذا الشيء ينتعش؟ شكون اللي يحمينا حنا؟ شنو كنديروا في هذه الارض؟ فاش انا زعما فاش حنا صعاب عليه؟ فاش حنا كناديو زعما عباد الله؟ شنو لهاد الدرجه؟ اذا كان بيناتنا شي سوء فهم ولا اختلاف في الرؤى
ولا في الزوايا ديال واش بالضروره نخونوا ولا نهبطوا ولا نسدوا ولا ندعيوا ولا نمشيو واش ما كاينش نناقشوا حنا كمغاربه؟ واش ما عندناش قدرات نتواصلوا؟ واش ما نسيوش خلافاتنا باحترام ونعطيو عبره للخصوم؟ علاش عندنا ثقافه القتل الحبس طرحت على السيد الوزير سؤال جاوبتي لي بالبوليس، طرحت عليك اسئله جاوبتي لي بالفرقه الوطنيه، هذا هو الجواب. التخويل، شو هو القضيه ديال التخويل؟ المهداوي في التنسيق هذه اليوم مع خونات الخارج امثال دريس فرحان وعباد الله. وشوفوا عاد ضحكوا شويه، شوفوا هذا الشيء راه كيسيء المهنه الصحافه، والسي مجاهد والسي البقالي والسي خشيشن السي عبد الكبير الزميل ديالنا رئيس النقابه، راه ما كيقيسنيش انا وما تعطيوش بالظهر نتوما كنيابه عامه ولا سلطه، وانا راه كليت العصا وباقي نقدر ناكل العصا. شوف ربي شحال كتب ليا، وهذا الشيء يسيء، راه الناس كيشوفوا راه عيب، هذا الشيء عيب. مناشير كتقيس المؤسسات الدستوريه، كتقيس مسؤولين كبار ومن تشهروا كيتشكاو وكنتسامحوا مع هذا الشيء. والسيد هذا شي واحد سميتو دريس فرحان في ايطاليا جبد قال لك المديمي صيفط له رساله، قالوا المهداوي خرج مع الفرقه الوطنيه، وشنو قال لهم راه صيفط لي رساله. شو هذا اللعب؟ المديمي صيفط لي رساله لخروج المهداوي، عارفكم انا رجعت لكم فيديو والمديمي سجل ولاحظوا من غيديرها المنخرو تيديرها واحد الحركه. شوفوا اخوتي المغاربه، شوفوا قال لك صيفط له المديمي، سمعوا هذه، سمعوا بان المهداوي خرج من مقر الفرقه الوطنيه للشرطه ديال الدار البيضاء وعن طريق الناشط الحقوقي محمد المديمي اللي صيفط لي هذه الرساله باش نقولها في اللايف. اذا عفاكم لما سمعوا عباره، سمعوا عباره المديمي ارسل لي، هذه مهمه، ارسل لي وعن طريق الناشط الحقوقي محمد المديمي اللي صيفط لي هذه الرساله باش نقولها في اللايف. اذا سمعتوها؟ صيفط لي مزيان. المديمي مشى شاف ولقاه قايل عليه هذا الشيء، عيط له في التليفون. سمعوا سجلوا، سمعوا راه نشر شي لايف البارح، سمعوا اش كيقول. الو نعم اخويا. بخير الله يبارك فيك. الوالده بخير، صحه لاباس؟ الحمد لله ربي يخليك. ايوا هذا هو الحال. علاش تكذب السي فرحات تقول عباد الله؟ قلت لك انا مهداوي تعتقد، قلت لك شي حاجه انا؟ لا انا ما قلت لك. الله يرحم بكم المغاربه اللي ما استشعروا خطوره الشيء كنقول، راه ماشي خباشي ولا فكره عظام من خباشي. صوره البلاد، هذا موقع الكتروني عنده الدعم ديال الدوله وكيهضر على المهنيه. واش هكا كنتصرفوا واش بهذه الطرق؟ واش اللي كيكون صيفط له يقول له علاش كتكذب؟ علاش يعيط له؟ صيفطتي لي عيب يضربها له في وجهه، صيفطتي لي مالك؟ مال اللي كيكون داير الزبله راه كيخشي راسو في الرمله. حيت غنجيكم الماده اللي نشرت برلمان.com اليوم، قال له علاش كتكذب فلان؟ قال له كتكذب. قال له كتكذب. اش قول لك؟ قال له خديتها من صفحتك. سمعوا واحد الفيديو ديالك قلتي انا عيطت لك ان المهداوي تعتقل شي حاجه، واش عملت شي حاجه؟ لا قلت لك لا، قلت اسمح لي واسمع دابا نهضر. قلت على ان السي المديمي دار تدوينه بان لا قلتي رسل لك رساله. اسمح لي يا خويا، قلتي رسل لك رساله وقلتي ان لا تتكذب اخويا شريف. وراه بيك تدوينه. اسمح لي. لا قلتي صيفطك رساله وقال لك اسمح لي عاود جاتني التدوين. لا انا الفيسبوك ديالك، انا جاني الفيسبوك سيدي الفيسبوك ديالي ماشي ديالك انت. اسمح لي الله يخليك، انت عندك مسائل ديالك بوحدها وانا عندي مسائل ديالي بوحدها، لا علاقه لي بك وما عندك علاقه بيا خويا. الله يرحم لك الوالد. لا اسمح لي الله يهنيك صافي. اش درت مورمان.com منين السيد، حيت كانوا موجدين غيفرعوه، من المديمي دار هذا الاوديو البارح وحلو مسرحيه بينك واحد عيبه. شوف السي الخباشي، السي الخباشي راه ما نقولكش شي كلمه حيت انا كنحترم راسي. راه شنو زعما تخليني نجاوبك بهذه الطريقه ونسى قضايا المغاربه وتجرني لهذا الشيء؟ دابا ماشي حشومه انا توقع لي عندي في الموقع نقسم لك بايات الرحمن تنوض. شنو هذا من ناحيه الاخلاق؟ المغرب باش بقى شامخ عباد الله، المغاربه كيكبرنا بعضياتنا. واش هذا اسلوب؟ وجبدتوا الفلوس، المهداوي كيدخل القد ونشرتوا وثائق. كون كتبغي تندعيكم لا حقكم، والله حتى حقكم. كاين حرام ندعي زميل، والله ما قديت اخلاقيا. وجاو الناس عرضوا عليا المهداوي برلمان باش دقيقتين نشرتوا ديك المواثيق المداخيل الكذوب. شنو هو العنوان؟ يا سي عبد النبوي، يا سي الداكي المهداوي في التنسيق مع خونة الخارج. عشيه في التهم بالمغرب
وغدا نسولوا مال المغرب والخصومه كيقحديونا واش هذه ممارسه مهنيه؟ وحيدوا حنا المهنه، واش هذه واش هكا المغاربه؟ هذه تربيه المغاربه، هذا السلوك ديال التدافع، هذا ناديو بعضياتنا فابور. دابا هذا المديني يدوز عامين ونص ديال الحبس، شنو تبغيو يبقى يشرب الحجر ولا يضرب؟ شنو يجي تما شنو زعما هذا السلوك؟ زعما كطيحوا مع بنادم بعض مسكين بنادم خارج من الحبس ومفافي وتجي دير له انت التنسيق واش هو يعيط لهذا السيد؟ السيد كذاب، قالوا في وجهه كذاب، ويقولوا اي رسلتي لي مالك يضرب عرفتي دار له ولا راه من عيط له ومشى جبدوا شي ماده 7 سنين وان الماده بنادم مع السحور والشعوذه. انا علاش كندير هكا؟ واش كنقول واش هادو مغاربه بحالي؟ انا بعض المرات كنقول كيفاش شنو وقع في المغربيت؟ تجيب انت بغيت ندخل شي تفاصيل اخوتي المغاربه، يقول المداوي كيتفاعل مع كل شيء، المداوي راه كيعيشوا وسطنا. انا ما كنهضرش مع شي واحد عادي، هذه راه مؤسسه اعلاميه المغاربه ميزوا يقول المداوي عا كيتفاعل، هذه راه مؤسسه اعلاميه كتاخذ فلوس من المال العام. انا كنقول للسي الخباشي طلب واحد، حيدوا الوطنيه والمزايده فيها. واش ما رفعتش معكم تحدي انت والمدراء الجرائد درتها انا الصحفي؟ اجوا نخرجوا شنو عندنا كتدخلنا من الفلوس املاكنا. ها الوطني في كيبان، عطيني عليه كونط السي الخباشي، شحال عندك دي كونط؟ شحال كدوزك؟ هاد حب الوطن كم انا والله ما نتهمك ابدا، ولكن هذا تحدي. حنا صحفيين كنشتغلوا في الشأن العام وكنقدموا ملاحظات الوزراء والمسؤولين، كنقولوا هذا المسؤول دار وهذا القاضي دار وهذا البوليسي دار، وحنا الصحفيين وبلاتي اش نكشفوا املاكنا؟ شحال كتدخلنا هاد الفلوس؟ باش نعرفوا شكون مول الفلوس شكون ماشي مول الفلوس، شنو هي الصفقات، شنو هي الامتيازات. هذا هو واش تقدر ترفع معايا السي الخباشي هذا التحدي؟ صور على التحدي عطيتك بسيط، انشر املاك وانشر املاك، انشر مداخيلك. ها الكونت ها لي كونت اش كيدخل وانت كتجي نناقشوا واش هو اللي غلط. السيد مسكين خارج نتنسيق مع الخونه ديال الخارج، ومن اللي حصلوا شوف على تبهديله. لا وانه واخا نمشي عند السيد الوزير المحترم دابا. السيد الوزير قلت لك انا لك بالمرصاد، اسمع بالمرصاد. شنو كتعني بالمرصاد؟ في اطار المهنه. والله ما نقلل لك الحياه، والله ما نسبك ولا نقذفك ولا نقيس حياتك الخاصه، غنشتغل معاك. عندك تعتقد بهذه الشكايه ما غنكتبش عليك ولا غنسكت عليك. والله ساكتب عنك، والله شفت شي واحد اذاك ولا شهر بك والله تنتصدى له انا، والله ما نخليه. حنا راه ولاد الناس الاستاذ، عندك تغلط مع راسك. والله ما نحمل شي واحد يقيسك ولا نقول لك انا ودعيت يخرج. لا لا لا، انت رجل وزير محترم، وزيرنا بعدا وزير ننتقدك ولكن كتبقى وزيرنا. والله ما نحمل شي واحد يسيء لك، ولكن تعتقد انك غتشكي بيا راه غنسكت؟ انت واهم السيد الوزير في هذه الحال، لانني انا صحفي يؤطر عملي قانون واخلاقيات، وكاين القضاء بيناتنا وانت لجأتي له مرحبا. ولكن نعطيك غير دابا، ها انتم اخوتي المغاربه وشهدوا عليا على هذا السيد الوزير، طاحت في يدي وثيقه ياك، اتصلت بالسيد الوزير كتبت له، اتصلت به تعيد كما كندير معاه دابا ما جاوبنيش. وقبل ما نقول لكم شنو طاح في يدي دابا، مساء الخير السيد الوزير، اتصلت بكم مرارا دون نتيجه بخصوص حصولي على وثيقه صادره عن محكمه الاستئناف بالدار البيضاء تتضمن صفتكم كمحامي تنوبون فيها عن مؤسسه القرض الفلاحي، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الماده 10 من القانون المنظم لمهنه المحاماه بحكم وضعيتكم الحاليه كوزير في الحكومه المغربيه. وفي هذا الاطار اتصل بكم لمعرفه وجهه نظركم او اي توضيحات من طرفكم من شانها رفع اي لبس او غموض، خاصه وان جلسه المحاكمه مدرجه يوم غد 20 فبراير الجاري. مع الاحترام والتقدير، حميد المهداوي صحفي بموقع بديل. صيفت له هذه الرساله قبل ما نهضر، اتصلت به وهو داعيني وهكاك نتعامل باحترام، وهو داعيني سأواصل انتقاد ديالو. والله ما نسكت عليك السيد الوزير، والله عليك لا سكت. بغيتي تدبر الشأن العام، بغيتي الصفه ولا السميه ديال الوزير، بغيتي تجلس حدا جلاله الملك في المجلس الوزاري، بغيتي تركب في الطياره القدام، بغيتي وليداتك يعيطوا لهم ابناء الوزير، بغيتي يعني تعيش هاد مرحبا انا معاك في هذا الشيء. هذاك طموح مشروع، ولكن هذا عنده ثمن، هذا عنده ثمن. سلوكاتك تحت المجهر. هنا كنسولك، ها هو الجلسه غدا، قول لي على سميتك كاين هنا، جبتك شي وثيقه من السماء، ها انت
هاي انا امر بتبليغ ما قال. هذه الوثيقه خرجت نهار 9 جوج 2024. الجلسه غدا 20. وقراوا المغاربه: نأمر باستدعاء المستأنف السيده شركه القرض الفلاحي بمحل المخابره مع مكتب الاستاذ عبد اللطيف وهبي بالرباط، وذلك للحضور الى الجلسه اليوم 20 جوج غدا. كيفاش انت وزير وسميتك في وثائق؟ واش غنقول لك راه كنتابع علمك؟ انا ما عارفش. واش انت ما درتي؟ ماشي شغلي. كنعرف انا رجل قانون، كنعرف ما يسمى بحالات التنافي. ملي كتعين وزير في حكومه، ملي كتعين عضو في الديوان الملكي، انا اقرا عليك الماده، واش ما يقولش المداوي راه كيهضر. الماده 10 من قانون المحاماه: يبقى المحامي الذي تسند اليه مهمه عضو في الديوان الملكي او عضو في الحكومه او سفير او عضو في ديوان وزير او متفرغ لاي مهمه مكلف بها من لدن الدوله مقيدا في جدول الهيئه حسب اقدميته دون ان يكون له الحق في ممارسه مهام المهنه. قول لي دابا مكتبك سميتو احنا نجيو الامور بخواتيمها، نحيدوا العلم. انا خصني النتيجه خويا. انا هو القضيه اللي غنحكم غدا لفائده القرض الفلاحي اللي كينوب عليها وهبي. واش وهبي دابا كينوب عليها وعارف الله اعلم، واش وهبي ما عارفش من بعد راه ما كيهمنيش. انا صحفي، انا نجيب لك الوثيقه الا كانت مزوره. امور اخرى كتبقى للقضاء. انا قضيه لقيت عبد اللطيف وهبي. شكون عبد اللطيف وهبي؟ الوزير. واش غنقول لك انا القضيه ولا القاضي راه يحكموا لي فائدتك؟ لا حرام. انا ما يمكنش. القاضي راه عنده استقلاليته وعنده شخصيته. كاين التاثير المعنوي كيهضروا عليه الناس. واحد المحامي شطب عليه، واحد المحامي معزول ولقاو سميتو في ملف. لا انت راك وزير. واش عارف شنو هو وزير في السلطه التنفيذيه؟ الوزير وانت ما جيتيش ما استمعولكش كاع، ما اكدتيش شكايتك. هي بانت الوزير سميتك الوزير. تمشي لعند النيابه العامه وما تمشيش عند الادعاء المباشر حيت انت وزير. وهضرت معك كمحامي وهضرت معك كامين عام. واش كيجيني كوزير حيت انت الوزير وانا الصحفي. انا الصحفي شي السي عبد الله. انا الصحفي المؤدب المربي المخلق، والله ما نهز العين شي واحد ولا نتنطع على هذه البلاد مهما كان، ولكن صحفي. حيت هذه البلاد باش توقف اللي صحفي خصو يكون صحفي، واللي وكيل عام خصو يكون وكيل عام، واللي بوليسي خصو يكون بوليسي، واللي وزير خصو يكون وزير. هذه البلاد هذه اللي خصها اللي في شي بلاصه يحررها، كاع ما يدير اكثر من جهد عا بلاصتو. الا قلت لك انا صحفي اختاريت هذه الحلفه قلتها لعباد الله، قلتها الوالديه، قلت لهم انا صحافي ما كنظلمش صحافي. قول لي باي حق سميتك دابا هنا؟ القانون اش كيقتضي؟ اما شي واحد يدير لك التصفيه ديال الملفات. ملي كتولي وزير اش كدير؟ المكتب كدير واحد السيد كيصفي لك، وخصو يعلم المؤسسات المحاكم. تقول لي ما علمهمش شغلكم هذاك، ما عارفش. انا ما كيهمنيش. انا عندي جلسه غدا، القاضي غيلقى وزير. كيفاش يحكم غدا القاضي؟ غدا حنا في 2024. هذه وزير هذه 3 سنين. قول لي هذه على من نحسبوها؟ غنقول لك انت راك عارف حرام، ما عنديش دليل، ولكن انا امام واقعه ماديه. عندي وثيقه، عندي سميه، عندي جلسه غدا. انا دخلت كصحابي. هذا اش كيفرشغني السيد الوزير؟ بغاني نسكت، طيح في دير الوثيقه وسكت. بغيتيني نسكت عليك السيد الوزير؟ هي علاش زعما ما فهمت. الملك تيقول المجتمع المدني سلطه مضاده، وانت تدينا زعما لعند الفرقه الوطنيه ياك. ابو بكر الصديق فين تبان انت وفين بان انا؟ صافي باش ما تسماش انا وياك فين نبانو. ابو بكر الصديق راه 14 قرن ولا شحال وباقي سميتو، باقى القرون يذكروه. صفحه المشرقه في تاريخ الاسلام. اما انا وياك ربما غدا ولا بعد غدا بحال اللي عمرنا كنت انا وياك. حنا ماشي. واسمع الدرس. ابو بكر الصديق طلع ملي مات الرسول صلى الله عليه وسلم، طلع وقال لهم يا قوم اني قد وليت عليكم، وليت والي حاكم. اني قد وليت يعني انا اللي نحكمكم. اني قد وليت عليكم فان احسنت، الا عرفت ندبر اموركم مزيان اعينوني، صفقوني وعاونوني. وان اسأت قوموني. خليفه قاد المعركه الاولى ديال النبوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المعركه الاولى، مبشر بالجنه. شوف العباره، مبشر بالجنه، كيقبل على التقويم وما قالش لا. شوف العباره اللي استعمل، يا قوم، ما استثناش فرد دون اخر، يعني عليه القوم، متوسط القوم، كان يجي عنده اي واحد
يقبل منه النصح. شو قال؟ ما قالش يا العلماء، ما قالش يا الشعراء، ما قالش يا اللي قارين بزاف، يا اللي كتصليوا الفجر، لا، قال يا قوم، القوم كله فإن أحسنت قوم. انت انا صحفي ما تقبلش نقول نعطيك اسئله، طرحت عليك اسئله. والله ايها الشعب المغربي وطلعتي على هذيك التفاصيل اللي تابعني بها، لولا احترامي لسريه البحث، لولا احترامي للقانون، ولكن نهار غترفع السريه وعتفوا لي العلنيه سافاجئكم والله حتتصدموا. يعني كنحلف لكم بربي الا ما تصدمتوش، عرفوا هذا الانسان راه دون المستوى. يا قوم، ملك المغرب شنو قال؟ وزير العدل عهدته على الرميد، قال له خي يسيء لي شي مواطن ما تتابعوش انت زعما سمعتك وشرفك اكثر من هادشي، راه ما قصنا لك لا سمعه لا شرف لا والو. حنا كيضلوا يسبونا امنا وزوج. انا دابا انت عندك شرف وعندك من حقك تدافع على كل خياره، ماشي كان لازمك بطريقتي. هذا واحد السؤال باش يبان شكون اللي حقوقي شكون اللي انسان. تثبت لي امي وتثبت لي زوجتي اقدع انواع اللي بنادم كيسمع كيديرها. والله هذيك السيده تتبات في واضحه الجريمه، ما عندك ما تاول فيها، ما عندك غد والله ما قدرت، والله ما نقدر اشكوها لله عز وجل وخلي الشعب والضمير. علاش؟ جوج الاعتبارات مهمين والله، ما عدا جوج هما الاقوى مره. الاولى ما يمكنش مرة تكون في الحبس بسبابي، مرأة والله ما نقدر، لا مرأة لا راجل، لا مرأة لا راجل، وغازيد واحد من غيزة ومرأة في الحبس، وانا دوزت الحبس وكنعرف ما معنى الحبس، والله لا نعس في الليل وخد والله يخليها وما دير لي، ما نقدرش، ما تربينا راه مأصل، حنا راه ولاد شجرة، فلان بلو فلان، انا راه كتمشي للبراح، كتمشي ملي تشاد من الخروج حتى غادي للبرارحة، انا راه ولد البراح عائلة. انا راه ولد ملي كتمشي عاوتاني للخريشات تقول السي محمد المهداوي، العائله مأصل، ولد جلول، ولد حدوب، ولد هذه المساله شكون اللي مأصل؟ الشجره، حنا راه شجره مغربيه، تعال تقول لي انت برلمان ولا يقول لي شي واحد واكتب ونشر انت عاد تجي تطوخنا حنا في راسنا ولا راه مشاو عائلتي انا مشاو في الصحراء المسير، نهار الحسن الثاني عيط مشاو خوالي خوتهم مشاو في الكاميو، جدي صيفط خوالي يلا لبيوا نداء جلاله الملك. عاد يجي شي واحد يمثل عليا اليوم الهضاضه ديال الكارطون، المهداوي خوات الوطن ان المهداوي بوليزاريو الجزائر، تسير بغيتش نقول شي كلمه، المغاربه راه اذكى. ركبت مع واحد الشيفور، ملي هبط من الفرقه، ملي هبط من الطلان، ركبت مع مول الطاكسي، الذي لا اله الا هو، ركبت سي مهداوي اخويا زين، والله الا جاتني البكيه برا دابا وديك اللحظه كي داير لي راجل كبير ماشي صغير نقولوا شو كبير، التليفون صايق ومخربق وخصو يتصور معايا محبه الناس. قلت شنو قال لي مسكين ما عرفت كيف، قال لي شوف السي المهداوي، قال لي المغاربه هاد واعرين، قلت له كيفاش؟ كنا جبدنا التشهير ما عرفت كيفاش، قال لي واش كتعتقد؟ قال لي المغاربه اصبحوا اذكى مما تتصور، قال لي والله يقولوا عليك اللي قالوا، قال لي عندك واحد السمعه عند الناس، قال لي انا خالتي امي، قال لي انا وصل وهدو، قال لي عاد كنقول لي صاحبك شو عندك كينشر عليك شي حاجه كيقول، قال لي حيد راسك، قال لي حيدها، قال لي راه كيسيئوا راسهم، قال لي وعما كتزيد الناس يحبوك، قال لي لحقاش عندك الطابع، قال لي كيعرفوك صحافي والحبس، قال لي الحبس يشفع لك، قال لي كيعرفوك مرضي الوالدين، قال لي كيعرفوك وطني ملكي، قلت شي حيدوا الخور. اسمع الاستاذ، السيده والله ما نقدر تدخل الحبس لجوج الاعتبارات، كونها مرأة تدخل الحبس، مرأة صافي غير مرأة بصرف النظر، تعرف شنو هي الثانية؟ أم اللي عندها ولادها، والله ما نقدر أجلدك ولادها، هي أمهم كيحتاجوا لها، هي غلطت وضرتني، كنقول هذيك من عاد تدخل مثلا، الولاد راه يتعلموا وهذوك راه بحال ولادي، حتى انا عندي ولادي ما كنفصلش شي، كتكون هكا كيما انت دابا راه طاوجني تقلقاك، ولاد طاوجني وزير حقوق الانسان وتكتب في الشكايه ديالك وطالب بالاعتقال، شنو يكون داير فيك؟ شنو يكون قال؟ شنو قال كاع؟ شنو السمعه؟ راه كل واحد بلاكتو على ظهره يقول تيعي، انا كيضلوا يقولوا علينا كنشكيو بالناس، هذا برلمان بونكم دابا شنو ندير له انا؟ هذا هذه كافيه، شحال نشكيو بالناس؟ كنشكيو للانسان الله وكنشهدوا عليه المؤسسات والشعب يكون حاكم، حتى ما غادي بنادم داعيه يدخلوا في الحبس. ما نسولوكش السيد الوزير، ما نطرحوش اسئله للمغاربه، كاع هذا الشيء اللي شاع، كاع هذا الشيء اللي وقع في المغرب 183 في التنميه البشريه، الاساتذه خارجين، الاحتقان، الغلاء، وحنا وانا كصحفي ما نفسوش شويه الشعب، نهضروا شويه شنو
لك ما تسحب لك عندك تعتقد بانك هذا الشيء راه غنطلع لكندا ولا غنطلع لكذا هذه والله ودير 10 شكايات والله السيد الوزير ودخلني للحبس يا تنخرج نقول الله الوطن الملك والله بقناعه والله ما بخوف بقناعه وبحب. ترى هذا الشيء ما فيهش اللعب، حنا رانا مأصلين شجره من شجره. غنواصل معك المهنه بمسؤوليه والله ما نسألك، ولكن بحال هذه الاساليب جرجر الصحفيين دوغول منخرو كل نهار لو كان راشين يتصوروا دوغول كتعرف شنو دوغول يشد الصحفي يخشي يحيد بلاكه ديال القيف ويخشي له راسو بلاصه قيف دوغول وما يوقع والو بحكم الشعبيه اللي كانت عند دوغول في فرنسا بطلهم القومي وكيشدوا له من اخره. نهار اللي عسيم انا ما عوجولوش منخرو كتب لهم رساله قال لهم واش ما عجبكم والو صيفط لهم باقه ورد تيقبل النقد. تشارشل بيرد قال له كيقول له سرق شي فلوس ديال اعاده مشروع مارشال قال له شفار عباد الله تقول تشارشل شفار تلقاه في العيد الوطني جاب له الحلوى قال له انت اللي كتمشي ليا حنا والحكومه سرقنا الفلوس قال له كنشكرك قال له الشيء اللي كنتي قاعده ديرك بها عرفت العيوب الحكومه قال له الله كوما ما كتنقش على شي حوايج واللائحه طويل الناس كتقبل النقد في اوروبا الناس كتقبل النقد نتوما لا تقبلون النقد بقاوش كتقبلوا بلا ما يهضر معاكم ولا راه مصيبه في المغرب هذا ما نهضروش وتشهير شباك. واش كاين شي حاجه مخازنه علينا في المغرب حنا ما عرفناش ولا خلعتونا بهذا الشيء اللي شباكنا به هذه الايام يا ويلي فتحنا صفحه الهيئه الانصاف والمصالحه جبنا السرفاتي خرجناه جبنا الفقيه البصري اللي كان هز السلاح على الحسن الثاني عباد الله درنا التجربه اللي ما زعم ديرها حتى شي واحد وفتحنا الصفحات اللي ما يقدرش يقيس على هيئه الانصاف والمصالحه كنا عظمه على عظمه شويه مابقاش نتسامحوا مع تدوينه ما نتسامحوش مع رئيس صحفي علاش هابط بقيت كنديرها ملي شفت داك الشيء اللي عرضوا عليا الاخوه في الفرقه الوطنيه ما شنو هذا الشيء ما فهمتش انا شنو ما نهضرش السيد الوزير ولا شنو ندير شنو صافي هو تحكموا بوحدكم دابا انت وزير ما يهضر معك حد. تشوفوا اخوتي المغاربه اللحظه اللي جاتني الفرقه الوطنيه كتعيط ليا تصور في نفس اللحظه كيهبط ليا انذار من القناه ديال اليوتيوب انذار ديال جوج حوايج غنحيدوا لك القناه. اليوم مع الصباح مع جوج كنفتح القناه كنلقى الانذار الثاني طاح غتمشي القناه هذه اللي كتفرجوا بها باي بقى لي واحد يقدر يجي في اقرب وقت. على واش اخوتي المغاربه تصوروا على واش تصوروا عندي واحد الفيديوهات فيهم 30 ثانيه دياولي فقط وجهي ما فيهمش صورهم مرسل ما شكون صيفط ليا من قال لك شي واحد فرنسا ولا شي وحدين واش مشي هاد القناه زعما هذا يقول لك برلمان.com الخونه وكذا هذوك القناه غيطيروها وهذا مهبطك على الفرقه الوطنيه. شوفوا 3 ديال الدق شباك. بغيتكم المغاربه بعد هاد القناه انا فتحت قناه رسميه عندي راه احتياطيه ها هي حميد المهداوي القناه الرسميه هانتوما كتشوفوها لتحت. بغيتكم ديروا اكبر لايك واكبر اشتراك ياك ما يديرش معاه. شوف نقول لكم واحد القضيه هذيك صعب والله يسدوا القناه يا حتى غندير القناه الثانيه والفيسبوك والله لن يثنين عندك صحابكم انا ضعيف غنبقى لا تمشي هذه القناه الا كان ربي مكتب لها والله ما مشكل. صحيح انا صادق باش نخبط نعيش مشاكل ماليه حقيقيه معليش غندخلها كنقول ربما نكون غلطت مع الله في شي قنت واغفر لي يا سيدي ربي معليش لان الله رزاق صافي شو غادي يقطع لي رزقي والله ما مشكل غندير هذه القناه وقناه اخرى وصفحه اخرى والله لن استسلم. هكا تعلمت اللي كيعرفني انا انسان مصر على النجاح وراك تعرفوا كيفاش دزت وشنو دوزت تعرفوا لحمي مر الشيء اللي انا خصني تكتب في المجلدات هذا الانسان الموت شنو الالام اللي عشت الحمد لله بفضل الله عز وجل وفضل رضاة الوالدين وفضل الاحبه الزوجه الصالحه والوليدات والخوت الحباب والعائله الحبيبه والمغاربه الحباب. المغاربه راه حرار مغاربه راه طلع لهم هذا الشيء هنا هذا كيسحب لكم هنا ماشي تنقول لكم طلع لهم هذا الشيء التشهير وهذا المقمع وهذا الطاحونه ديال الحكومه ديال هذه الحكومه الطاحونه طلع لهم هذا الشيء في راسهم الاستاذ السيد الوزير المحترم. انا ما بغينا حتى حاجه بغينا مع المغاربه يعيشوا صافي ما بغينا حتى حاجه خذوا نتوما اللي بغيتي ياك انت وزير ومكتب محاماه انا شنو زعما مقابل لي انا شنو زعما تصور مني انا شنو غتصور بغيت نفهمها عرفتي نجيك من الاخر تديني للحبس زيد انا في الحبس زيد ها الكاش دابا والله تنخرج دابا بربي اللي خلق هذا الكون وما كنحبش نضرب هذه اللغه ديال التنطع سد ليها شكون انا جاي من خنيشات كاس كنت قاتل درت اسره ترى عندي كل شيء ربح دعيتيني انت مالي انا شكون منين جيت انا
انت مالك؟ حنا ما كنهضروا معكم داعيني مكرفص الفرقه الوطنيه، مكرفصني انا 9 السوايع ديال الجوع وطاح لي الطون، ما فاطر ما مغدي، كنلقى اسئله بغيت الصح جبد معايا القضايا اللي جبت لك الصح، جبد معايا الصح، انا معاك. تهبطني على ديك الاسئله الاستاذ، ديك المواضيع كون ما كنتش كنحترم سريه البحث وكنحترم القانون، والله تنصدمك ايها الشعب المغربي. جبد لي داك الشيء، هذوك المواضيع هذيك ترشي معايا. جيب اي واحد ما كيفهمش في القانون عايز شوفها يقول لك يا واش ما فهمتش شنو بغيتوا، شنو هذا الشيء وقف صعب في المغرب. ما نهضروش ولا ما نهضروا ما نناقشوا، نتوما وزاره كولوا شربوا تفطحوا سبوا بعضياتكم تحارفوا غدا مع بعضياتكم، ما عند باه لاباس عليه ما عندوش، هينونا فوق ما رشقت لكم، اعتقلوا واخا ما كتكونش عندك الاعتقال كتعتقلوا، انا كنعتقل فوق ما بغيت ودير اللي بغيتي. المغربي الا درنا الله الدائن 20 واحد غيتبعوا قصتي كرامتنا وكيضحكوا علينا اللي عطيتي عباد الله وزير تقول انت 20 واحد كيتبعنا في الدائن 20. والمراه المغربيه من اشرف نساء الكون، كنعرفوا حنا كون كتبغي نجمع في الامم المتحده في الندوات الدوليه المراه المغربيه تولي تقول انت كل راجل تبعو. هذا تصريح تقولوا انت السيد الوزير وما نناقشوكش، نخليوك انت تقول غدا تقول شي مصيبه ما عرفتش تقول غدا واش كنقول شي ما نهضروش معاك ما نناقشوش معاك ونعيطوا لك ما تجاوبش. انا صحفي شنو تعلمت في الصحافه ملي وقفت عند القاضي الصغير الله يذكره بخير على واحد الملف، شنو قال طرح لي السؤال قال لي كمتهم قال لي عيطتي للسيد الوزير كان مصطفى كان ديك الساعه ما عقلتش من وزير، قلت له عيط له السيد القاضي قلت له كنتصل به قلت له عطي قال لي وصيفت له رساله درتي معاه قلت له ما درتلوش رساله منطقي انت كنصيفط لك رسائل كنتصل بك شنو غندير لك انا حميد المهداوي كذا هز التليفون شنو زعما هو انت ملي كتحقرنا وما كتعرفنيش وما كتعرفني عند الفرقه ما غادي بيا عند البوليس دراسك ما كتعرفنيش اذا انت عارفني وجبتي لي الفيديوهات ديالي اذا متبعني اذا كتسمعني وعلاش ما تتفاعلش معنا من اجل البلاد ماشي من اجلي انا ولا كنعرفك حاقرني وما كتعرفنيش وما تدعينيش ما فراسيش كاع المهدى اذا عارفني واش ما كنتش كتواصل معايا هو تحسن النيه هذا الصحافي صيفط له البلاغ وكذب هذا صيفط بين الحق هنا كيبان سوء النيه هذا الصحافي شي ملي كنت باش نقول لك هذه المعلومه في الصحافه شي الصحافي ملي كيصيفط لك ويتواصل معك هو في حل من اي مسؤوليه قانونيه. انا في حل تواصلت معاك عيطت لك ما بغيتيش تجاوب داك الشيء شغلك. مره اخرى خوتي المغاربه القناه هذه تقدر تمشي في اي لحظه اللي كتفرجوا فيها في اي لحظه تمشي بحالاتها ما عندي مشكل كنقولها بربي عندك صحابكم اللي داروا هذا الشيء راه غينشطوا افرحوا مع راسكم والله ما عندي مشكل حيت حنا اللي درنا القناه ماشي القناه دارنا شكون دار القناه المغاربه حنا وكما درنا غنديروا غدا واحده اخرى تعطل شهر غنتسلف شهرين غنعيش سيدي والله تنبيع الدار والله الصحفي اللي خدامين معايا هاد العائلات ب4 ولا 5 العائلات والله لا تقاصت حقوق شي واحد الا ما بعتش الدار ديالي ماناش المهداوي وسولوا عليا راه الرجال احنا ولاد الشجره الطيب والله تنبيع الدار عليا وكما درت القناه هذه غندير قناه اخرى ضربوا بالقناه قول السي خباشي اللي بغيتي تصرفوا كيما عجبكم انا راه انسان بسيط ما عندها حلف ما عرفتي دابا الدوله والمخابرات بحال دابا داك الزهراج داك النهار وهذا البرلمان راه عيب عليكم دابا انا هاد الفرقه واش ما كاين مخابرات دينار الجزائري الخونه ماشي حشومه هذا الاسلوب وراه كتسيئوا للمغرب واش الامم كلها مستقره وعايشه وكتناقش الحقوق وكتناقش المداخل السياسيه والدستوريه وانتم باقيين خونه كتشكوا في البلاد كل شيء خائن نص المغرب لا عاد تهضر خوانات عاد تهضر وسودي هذا مع هذا وعلاش الناس كتاكل وتشرب بهذا الخطاب غير نتيجه لهذا الخطاب انا ما تهضر اخوتي المغاربه الله يلطف بهذه البلاد السعيده. مره اخرى كنقول لك السيد الوزير المحترمه كنقول لكش بتبيضيق ولا بتنطع ولا والله تنحترمك والله واخا تهبطني للحبس انا رجل ولكن والله ما نزق لك في اطار المهنه وثوابت المهنه والاخلاق والله ما نسيئلك ولا نحمل شويه يسيئلك ولكن تعتقد انك تخلعني والله لا خلعتيني تصرف كما بغيتي ودير النفوذ اللي عندك. اما انت السي اخنوش اللي وافقتي له وقلتي له اوكي ياك السي اخنوش موافقتي المهم حاقد عليا السي اخنوش ياك انا مواطن مغربي انت السي اخنوش الوالد ديالك الله يرحمه مناضل والعائله الحركه الوطنيه ياك وقبلتي في ملعقه من دار الثروه عندك انا راه جيت من الفقر ماشي الفقر الحمد لله ما عمرك خصنا شي خير ولكن عائله بسيطه في الاخر السي اخنوش وافقتي زعما على واش وافقتي وافقتي على شي بعثه علميه تمشي لبرا ولا وافقتي على شي زياده الاجور للفقراء والمساكين على واش وافقتي عاودي على واش وافقتي على بغيت نفهم على واش وافقتي وافقتي على الزياده للقضاة وافقتي على زياده الاجور للاساتذه شنو وافقتي على واش
على خلينا نضربوا واحد المواطن شنو زعما 3 سنين الحبس 36 على دبابه. قاضي تحقيق كيضحك، قاضي التحقيق كيحقق معايا وكيضحك على داك الشيء، كيضحك. قاضي الطرشي كيضحك، حيت القاضي الطرفي والهيئه كيضحكوا والمحامي والقاعه كتشبعك ضحك. ملي كنت كنتحاكم وخرجت وسط الحبس درت الاجازه في القانون ودرت دابا الماستر. جيتوني في هذه اللحظه اللي خصني زعما نوجد الماستر، والله حتى غيكون والله ما نتعاتق غنقرا، وفي هذا الجو غندي ندير الماستر، وباذن الله الا خرجوا لي مواد غادي نقرا باش ما بغيتو. غنتعيشوا عندتوما ولا شنو زعما هذا متنفس شويه كنهضروا. هاي كاميو ديال الصحفيين ما عمرها وقعت في تاريخ المغرب، تيجيني عمراني شي في الحبس شي برا مالنا خويا ما نهضروش عليكم ولا مطرد ملف ديال المخدرات مطرد قد السخط، مطرد كاع ملفات قد المصيبه الكحله. ايوا ولا العنوان شنو هو؟ الصحفيين ورجال المخدرات في الحبس. ولا دابا مولينا هما المتهمين. مصيبه كحله اللي دارت عندنا مره قلبوها علينا. علاش كيفاش ما نهضروش ما نسولوا ماشي بلادنا هذه. ياك الملك البلاد قال اريد الحقيقه ولو كانت قاسيه. الملك بغى الحقيقه، ايوا انا كنقولوا الحقيقه. اسئله تهبطني انا تما 9 سوايع انا مريض قاس لا فطور لا غدا لا عشاء زعما قاس مسخسخ مرة ما عرفت فين الوالدين مساكن الخلع في الكون. تحبك زعما هادشي راه يخلعني الطريقه اللي كدير معايا زعما. شكون زعما انت؟ علاش ما تعيطش زعما؟ علاش ما تتصلش؟ ما تصيفش بلاقه. انا اتصلت بك زعما شنو ندير معاك بالسلامه؟ الناس كاع كيهضروا مع الوزاره وينتقدوا رؤساء الدول وينتقدوا اللي بغاو الصحفيين المعززين المشرفين. حنا انتم اللي تهضروا ولا ما نهضروا؟ حنا ما نناقشوا ما نديروا حتى شي مصيبه كحله. زيد شنو درتوا لي؟ هذه يقول لي خونات الوطن، هادو خرجتوهم ولا ما عرفت خرجوا ولا شوف كيضربوا لي القناه. انت عاوتاني ما عرفت قال تسخسخ فيا. شنو زعما هاد التحالف زعما شنو كيسحب على راسكم؟ دعي مع راسك، دعي مع راسك. انا ماشي ضد الدعي، ولكن تكون عندك افتح معايا الملفات الكبرى اللي فتحت معك، ماشي دوز ديال هاد الامور الخاويه. مره اخرى خوتي المغاربه كنختم هاد الحلقه وكنقول اولا هاد القناه هنا مره اخرى كندوزها لكم، اشتركوا فيها، بارطاجيوها على اوسع نطاق، ما فيها لا فلوس لا جوج، ولكن خصها ترجع تبقى الصوت. هذا صوتكم والله ما ديالي، والله ما ديالي. عندي انا فيها مصلحه، راه عادي في اطار من حقي، راه عندي انا اسره خصها تعيش وما نسعى حد، ما يعطيني حد، ما نتبيدق لحد، ما نبيع ضميري لحد. قناه حره بحالي بحال الكون، كتعيش اسره، كنعيش اسرتي وكتعيش معايا اسر، ولكن في نفس الوقت فيها نفع عام. كنديروا النقاش، ما كنجيبوا لا الاعراض لا واش كنناقش شي اشخاص. واش السي دخلت معك لحياتك الخاصه؟ قول لي لك التقبيح، مشيت لك مثلا لحياتك وبديت على شي امور داخليه، ناقشت معك مره الابن ديالك، ولكن شنو انت جبدتيه فمك قلتي ولدي قراه. اذا شكون اللي جبد ولده؟ انت جبدتي ولدك، قلت لك ولدك من حقنا نشوفوه، انا بغيت نستضيفه ماشي عيب. ولكن عندك ولاد اخرين ما جبدهمش، انت جبدتي ولدك فك عادي. قلت لك ولدك انا نبغي نستضيفه ونشوف في القانون. واش المغاربه مساكن ضاعوا في القانون داك الساك؟ راه 73,000 واحد اللي دوز الامتحان، بغينا نعرفوا. ولكن واش كنمشي لك شي امور؟ واش دخلت لك لتليفونك وجبت لك شي حاجه ديالك حياتك خاصه؟ واش كنقلب عليك؟ واش هضرت عليك قبل ما تكون وزير؟ حيد عام الوزاره ما هضرش عليك. تكون نهار جبت وهبي، جبت بركيله اللي وزير كنناقشوا. واش قبل وزير عمري جبتك؟ كنت كنعرفك وكنستهدفك، راه كنعرفك محامي مما كتعني لي والو. من نهار اللي كتولي تدبر الشأن العام وزير وكتخلص الملعب، واسمح لي نسولك، غتاخذ غنسولك عادي وتتسع صدرك. تم غادي بعباد الله المحاكمات القضاة. واش القضاة عندنا 4 القضاة ولا 5 الفرقه الوطنيه البوليس؟ انت غتزيدهم مشاكل. وعلاش هاد الوزاره ما كيشكيوش قبل منك؟ وعلاش الوزاره وعلاش دابا عاد شكيتي؟ بغيت نفهمها. 3 سنين والناس كيهضروا عليك وقيل عنك اشياء ماشي من عندنا. انا واحد السيد بعدا ما شكيتيش به، لماذا الان تحديدا؟ انا ما نقول لك شكون راك شكون دفعك، والله ما ندخل واخا كيروجوا الناس اللي لا انت اللي شكيتي. انا رجل قانون ظاهريا، ولكن عندي راه الناس كيسولوك. واحد النهار قال عليك واحد السيد كلمه ومعروف ما دعيتيش، يعني سمحتي ولكن اليوم تحديدا لماذا؟ مره اخرى هذه القناه المغاربه اللي كتشوفوا لتحت غادا تكون عقلوا المغاربه في صندوق الوصف، وغادا تكون في التعليق الاول ديال هذا الفيديو. بغيتكم تطلعوا البارطاج والاشتراك، بارطاجيوها، هضروا مع الناس، خاصها تطلع باش هذه الا مشات على الاقل القناه الاخرى تكون باش نتواصل معكم. مشات هذه، مشات اللي وراها، والله تعالى تلقاوني غا ضاحك وخدام معكم، راه موالف الدق. راه ما كاين ما خطر من الحبس للسين اخوتي، راه شفت جهنم، كتعرفوا جهنم الحبس. ودوزتها راجل، سولوا عليه. والرجله ماشي غدار. علاش كانوا كيحمقوا عليا الموظفين السجن؟ والله ما كاين شي واحد كيعطيني شي امتياز، كيعاملوني بحال السجناء مزيان، ولكن كنت عزيز عليهم نفسيا. علاش؟ والله ما عمري دخلت كلي،
سولوا الارشيف. والله ما عمري دخلت شي كلي، والله ما عمري دخلت التليفون، والله ما عمري كتبت لشي سجين اضراب على الطعام. علاش؟ كنت كنحافظ، ما كنبغيش الموظف يتاذى في طريقي، كنت كنحافظ على الموظفين، رئيس المعقل، المدير، خليت علاقه طيبه ماشي غدار، كان عندي السمعه والشهره والمجتمع برا كيهضر عليا. مع ذلك انا ما عمري ما كنعيق هذاك موظف، تنقول بحالي مسكين اش ناديه نجيب له شي حاجه، والله ما عمرك تلقاني باش تعرف انا ماشي غدار، انا رجال الحمد لله كنفكروا في الناس ما ناديهمش. كنشكركم اخوتي المغاربه.